سنة كاملة مرت على الفراق. اليوم تصادفنا ذكرى السنوية الأولى لرحيل الحاج قيس أباسار رحمه الله، رجل طيب معروف بخدمته للناس وإخلاصه بعمله في مجال الصحة. كان بحق عماد مهمة في جمعية أطباء الباطنية في ذي قار، وكان ركنا من أركانها وعنوانا من عناوين تألقها وتميزها. أنا فرح أولاً بهذا الحفل التأبيني بأنه أنتم تذكرون أحد الكوادر الطبية، وهذا مهم جداً. وعودتنا المرجعية العليا سماحة المرجع الأعلى الإمام السيستاني الله في عمره الشريف أن يذكر كل واحد من الكوادر الطبية صغيراً كان أو كبيراً. لماذا؟ لأنه رأينا في سوح القتال والجهاد، ونحن رأينا في ذلك الوقت كيف لبوا نداء المرجعية، وكيف دافعوا عن الوطن، وكيف بذلوا الأرواح والشهداء في ذلك الوقت. أيها الأحبة، شكرنا وتقديرنا لسماحة الشيخ الدكتور صلاح الإبراهيمي، شكرا على هذه الكلمات الطيبات. شكر للتدريب والتطوير، شكرا لإدارة مستشفى الناصرية التعليمي، شكرا لكل أطبائنا وكوادرنا الطبية والصحية والمهنية والإدارية في المستشفى.